القلقاس. اول حاجه هنبتدي بصينيه الفراخ. انا ضربت هنا طماطمايه وبصلايه في الخلاط مع شويه ميه صغيرين، طماطمايه وبصلايه بس في الخلاط مع شويه ميه صغيرين لغايه ما بقوا بالشكل ده. وحطيت عليهم معلقه من هريسه الفلفل الرومي الاحمر. ما عندكيش هتضربي مع البصل والطماطمايه قرن فلفل احمر اللي هو العادي مش سبايسي يعني. وهنحط رشة من الفلفل الأسود، وكمان هنحط رشة من البهارات اللي هي السبع البهارات عادية جدا. وهنحط معلقة أو نص معلقة كبيرة من العسل الأبيض. وطبعا هنحط الملح. وبعد كده هنقلب التتبيلة دي، وهنحط شوية زيت، حابين تحطوا سمنة بدل الزيت زي ما تحبوا. بعد كده هنقلب التتبيلة كده زي ما انتوا شايفين. وهنجيب بقى عندي هنا وراك طبعا مغسولة كويس وانا منقوعة بملح وليمون. وهنتبل الوراك دي. عايزة اقول لكم التتبيلة دي تنفع بقى شوي على الفحم، تنفع شوي في الفرن، اي حاجة. عايزة اقول لكم تتبيلة حلوة جدا. وهنتبل بيها الوراك والفراخ كلها. انا مفتحاها كده من جوه ومن بره من تحت الجلد يعني. وهنوزع التتبيلة من جوه كده الوراك. حابين تعملوا لو فرخة كاملة مشوية في الشواية بتاعت البوتاجاز تنفع لها برضو التتبيلة دي. تبلتها بقى وهسيبها. بعد كده هسويها في الفرن. معايا هنا بقى شوربة فراخ. كان عندي شوربة في الفريزر عشان كده عملت الفراخ في الفرن. طبعا القلقاس لازم يبقى شوربة دسمة وحلوة كده. هنا بقى عندي القلقاس طبعا متقشر. وانا بغسل القلقاس بغسله بنقعه في ميه سخنه الاول كده لمده 10 دقايق. وبعد كده بغسله كذا غسله بالميه الساقعه. انا بحب القلقاس اغسله. في ناس مش بتحب تغسله زي ما تحبه، بس بصراحه يعني انا بفضله مغسول لاني جربته قبل كده مش مغسول يعني ما عجبنيش بصراحه. هنا بقى بعد ما الشوربه غليت وحطيت عليها مكعب مرقه دجاج بس تكون شوربه دسمه زي ما قلت لكم. هحط فيها القلقاس لغايه بقى ما القلقاس يستوي كده، او يعني هنشتغل فيه وهو بيستوي. معانا هنا حزمتين كزبره متقطفه مش متقطعه. مش عايزين العيدان بتاعه الكزبره الخضراء، احنا عايزين الورده بس بنقطفها زي الملوخيه. وحطينا شويه ميه صغيرين معاها وهنضربها في الخلاط. وبعد كده هننزل بيهم على القلقاس. عايزه اقول لكم بقى اول ما بتحطوا الكزبره كده طبعا بنخلطها كويس جدا. بتلاقوا بقى الريحه بقى ابتدت ايه الروائح بتاعت القلقاس الحلوه دي. طبعا شايفين اللون يعني مش محتاج. هنسيبه بقى برضو يكمل. انا كان عندي حزمتين من السلق. بنقطفه برضو، بنشيل العيدان اللي في النص دي، بناخد الورق بس وبنغسله كويس وبنصفيه. وهنعمل بقى السلق طبعا. ونخلي بالنا عشان القلقاس لو استوى بسرعة ما يتهريش معانا، لازم الخطوات دي تبقى سريعة. حطينا بقى معلقة زبدة كبيرة او معلقتين سمنة كبار وشوية زيت. وحطيت عليه السلق صحيح كده من غير ما اخرطه ولا اي حاجة. وهحطه بقى على النار كده زي ما انتوا شايفين. وهنفضل بقى نقلب في السلق. طبعا السلق ده هو اللي بيظهر لنا طعم القلقاس يعني. سلق من قلقاس من غير سلق يعني ملوش لازمه بصراحه. هنفضل بقى نقلبه لغايه ما السلق ده كده. انا مصوره لكم المراحل بتاعه السلق كلها علشان تبقوا عارفين يعني اللي هتعمله. هنفضل بقى نقلب لغاية ما السلق الورقة بتاعته هتدبل الأول زي ما انتوا شايفين. ممكن نرش شوية ملح كده مع الورق في الأول علشان يدبل معانا بسرعة. احنا عايزين السلق ده يبقى ناشف كده، ينشف معانا يقرمش علشان نعرف نطحنه كويس. شايفين المراحل دي؟ لازم السلق يبقى مقرم يعني تلاقيه كده حرش معاكي في قلب الطاسة. ركناه بقى على جنب بعد ما وصل معانا المرحلة دي. وحطيت شوية زيت صغيرين قوي ومعلقة توم صغيرة لغاية ما تتحمر. وهطفي بقى عليهم هما الاتنين خلاص كده علشان طبعا التومة ما تحرقش. نخلي بالنا لو مش هتعرفوا تعملوا الخطوة دي اعملوا التوم لوحده. وهنفرك بقى السلق ده كويس جدا كده. عايزين السلق ده يعني يتفرك معانا بايد هول بقى. ممكن نخلطه بشوية مية صغيرين في الخلاط زي ما تحبوا يعني.
وبعد كده نزلته بقى على القلقاس، وهنا القلقاس كان استوى معايا، يعني انا طافيه عليه من قبل السلق كمان ما ما يتحمر معايا، لانه كان ما شاء الله القلقاس كان طري وحلو كده، واستوى معايا بسرعه. طبعا هناخد بقى حبه السمنه اللي في الاخر دول، اوعى نسيبهم لان ما ينفعش يعني نهدرهم وكده. ويعني مش هيكمل ربع غلوة كده السلق مع القلقاس، كده احنا خلصنا القلقاس يعتبر يعني. هنا بقى طبعا رز بشعرية، هنحمر الشعرية كده مع معلقتين سمنة، وهننزل بيهم بالرز المصري بعد ما غسلناه. يعني الأكلتين دول معروفين، لازم الشعرية، الرز بالشعرية أسفة، مع القلقاس. هنقلب بقى كده بعد ما حطينا الرز، وطبعا هنظبط المية بتاعة الرز، ورشة فلفل اسود، وطبعا الملح بتاع الرز. في ناس كتير يا جماعة مش بيفضلوا القلقاس، والله جربوه بجد. ما مش يعني في ناس ما بتحكم على حاجة من قبل ما تدوقها. دوقوا الأول وبعد كده احكموا. يعني ازاي، انا بستغرب ناس ازاي ما بتحبش القلقاس. والله يعني انا من احب الاكلات عندي هي القلقاس. وفي ناس كتير اعرفها كانوا بيقولوا برضو مش بنحبه، ولما جربوه حبوه جدا وبقوا يعني يفضلوه كمان. حطيت بقى المية المغلية كده على الرز، وطبعا اول ما يغلي هنوطي عليه. وهنا الفراخ كانت استوت معانا بقى زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كانت حلوة جدا. ونبتدي بقى نغرف الأكلة المحببة إلى قلبي، القلقاس والرز. يعني عايزة أقول لكم بقى كده، القلقاس طري بقى وبيدوب كده، زي ما قلت لكم. يعني مش حابين تغسلوه براحتكم، بس يعني لو أول مرة تعمليه أو عايزة تجربيه أول مرة، الأفضل ليكي اغسليه، علشان يعني ايه لو ما اتغسلش بيطرى معاكي قوي، وبيطلع بقى اللي هي المادة بتاعته دي، ممكن يعني ما تستلطفوش. حبيتيه بقى ودخلتي فيه قوي، مش عايزة تغسليه ما تغسلهوش بقى، اللي انت حابة اعمليه. بس لو انت عايزة تجربيه اول مرة اغسليه افضل يعني. غرفنا بقى القلقاس زي ما انتم شايفين، وهنغرف الرز كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله مفلفل بقى وحلو. على فكرة القلقاس ده برضو بيتعمل بطماطم، عايزين نبقى نجربه مرة، بس بصراحة انا بفضله بالسلق يعني. وهنا بقى الاكلة المتكاملة. شايفين بقى هنا الفراخ استوت معانا، والصوص ده حلو قوي اللي نازل منها. وهنا بقى جربوا القلقاس يا جماعة، يعني حسوا بمتعة أكل القلقاس يعني. وطبعا لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.